سامعين الصوت ده بقى كده؟ سامعين الصوت ده؟ شايفين خفته بقى؟ ما شاء الله لا قوه الا بالله، حاجه جميله جدا، حلوه قوي قوي قوي. بصوا بصوا بقى من جوه، طبعا يا جماعه شايفين بقى من جوه عامل ازاي؟ جميل جدا ومورق خالص خالص. بصوا شايفين الورقه بتاعته قد ايه؟ رقيق جدا جدا، شايفين ما شاء الله اهو، جميل قوي 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 اهو، شايفين؟ بصوا حاجه كده في منتهى الجمال بجد، تحفه 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 تحفه. يلا نجرب كده مع بعض. تعالوا كده بقى نشوف ما شاء الله لا قوه الا بالله، حلو قوي ومورق وطعمه جميل جدا طبعا، وطالع سخن، فطير حلو قوي. تعالوا بقى نشوف احنا عملنا ايه بكيلو الدقيق بتاعنا، وعملنا ما شاء الله لا قوه الا بالله شويه فطير حلوين قوي. ونصلي على رسول الله كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونشوف مع بعض الطريقه بتاعتنا النهارده هي هتبقى عباره عن ايه، او هنحتاج مع بعض النهارده ايه. طبعا مكوناتنا سهله جدا جدا جدا، وموجوده في كل بيت، وموجوده في يعني حاجه بسيطه خالص. كيلو دقيق واحد بس يعني بحوالي مثلا 17 جنيه او 15 جنيه. معانا ما شاء الله لا قوه الا بالله اهو. ده كيلو دقيق طبعا انا نخلته ونضفته كده ماشي، وبدات ان انا يعني هشتغل بيه. طبعا يا جماعه لازم يكون دقيق لجميع الاغراض، ما يكونش ليه عرق، عشان الدقيق اللي ليه عرق ده مش بينفع في الفطير. كل ما هتيجي تشد الفطيره معاكي كل ما هترجع تاني. لا احنا عايزين نوع دقيق كويس، يكون يكون يعني ياخد ودي معانا كده، عشان الفطيره بتاعتنا تبقى رقيقه وجميله خالص. تمام كده. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، واول حاجه هنعملها هنحط الدقيق بتاعنا زي ما احنا شايفين كده اهو. ده كيلو دقيق يا جماعه عمل لي 6 فطيرات حلوين قوي، حجمهم جميل جدا. الفطيره ممكن تبقى الفرد، يعني الكيلو الدقيق ده عمل لي 6 فطيرات. يعني ممكن لو اسره مكونه من 6 افراد وعايزه تتعشى او تفطر ممكن تعملها بكيلو الدقيق بس. ما شاء الله لا قوه الا بالله، حاجه جميله جدا جدا جدا. طبعا بدات احط بقى ربع معلقه سكر كده، ما تحطيش سكر كتير بحيث ان السكر بتاعك يعني ايه يبقى معاكي. لو كترتيه بيحمر الفطيره بسرعه، فالفطيره ما بتلحقش تستوى كويس. فحطينا ذره ملح وذره سكر صغيرين. وبقول لكم بقى ان الميه دي لازم تبقى دافيه، يعني الميه دي معانا لازم تبقى دافيه كده، ما تبقاش ساقعه. ليه بقى؟ عشان لما تيجي تشدي كده العجين بتاعك او تريحيه يرتاح بسرعه معاكي. يعني كل ما كانت الميه بتاعتك دافيه كل ما كان الفطير بتاعتك يرتاح بسرعه معاكي ويبقى حلو. طبعا دي تركايه ام دنيا بقى، ان انت لما تيجي تعجني الفطير بتاعك لازم تعجنيه بميه دافيه. تمام كده يا حبايب قلبي؟ تمام. بدأنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، واول حاجه دلوقتي حطيناها اهو بالراحه كده واحده واحده، ما نحطش الميه بتاعتك مره واحده عشان العجين بتاعك ما يقومش يسيب منك ولا حاجه وترجعي تحتاجي دقيق تاني. لا احنا ان شاء الله باذن الله هنمشي على الكيلو بتاعنا مظبوط، وهنحط شويه ميه بشويه ميه صغيرين. طبعا اللي ما عندوش العجان ممكن يعجن على ايده، بس انا يعني ايه لظروف ايده وكده مش يعني قلت المها الاول كده، وبعد كده برضو هعجن معاكم على على الرخامه باذن الله. تابعوا بس معايا الفيديو كده، وما تنسوناش في اللايك بقى لو وصلت معايا هنا اضغطي لايك وشير بقى للفيديو بتاعنا لو عجبك. تمام كده. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم كده، وهنبتدي بقى نحط شويه ميه صغيرين بشويه ميه صغيرين اهو زي ما احنا شايفين. وطبعا يا جماعه لازم كده نذكر الله كده واحنا شغالين في الحاجه بتاعتنا في المطبخ بتاعنا كده، لا اله الا الله محمد رسول الله كده، ونقول الاذكار بتاعتنا عشان طول ما انت واقفه بتذكري ربنا على الاكل بتاعك او في المطبخ بتاعك او في البيت بتاعك، ربنا بيبارك في الحاجه اللي انت في الحاجه اللي انت بتعمليها. يعني بتلاقي البركه كده موجوده في البيت كده. تمام. وطبعا يا جماعه لازم يعني يعني تعملي الحاجه كده بحب. يعني انت حابه مثلا انت تطلعي حاجه كويسه، والله والله هتطلع منك حاجه كويسه. انما انت لو داخله تجربي مثلا حاجه او كده وتقولي مش عارفه ايه ومتضايقه او ما اعرفش ايه، ما تدخلش المطبخ احسن. والله العظيم بكلمكم بجد، يعني لو كده ما تدخلوش المطبخ احسن لك. انما لو انت راحه، يعني لو انت داخله كده بحب كده وهعمل حاجه كويسه لاولادي وهعمل حاجه حلوه لاولادي وكده، هتبقى ما شاء الله معاكي يعني هتطلع معاكي ان شاء الله جميله جدا. زي ما احنا شايفين كده مع بعض اهو. بدات ان انا انزلها على الرخامه بتاعتي، وبدات ان انا اشتغل
فيها كده رايح جاي كده حوالي 10 دقايق، يعني انا فضلت شغاله فيها حوالي 10 دقايق زي ما احنا شايفين مع بعض كده. تمام. طبعا الخير بقى في البيت ممكن انت تعمليها وتسيبيها مثلا ايه، تعملي فطير كده وتسيبيه وتعينيه في الفريزر، تطلعيه بقى تسخنيه في اي وقت انت عايزه تسخنيه فيه تسخنيه. يعني لو انت مثلا فرد واحد وحبيتي تعملي الكيلو دقيق، او مثلا اتنين في البيت، فردين في البيت، وحبيتي تعملي وايه، ويعني كيلو هيبقى كتير عليكم، ممكن تكيسيه عادي خالص وتعينيه في الفريزر، وفي اي وقت تطلعي واحده بواحده وتشتغلي بيها عادي خالص، ما فيش اي مشاكل. يعني تبداي ان انت ايه، يعني تسخنيها على الميكروويف على النار في الطاسه كده وتغطي عليها، مش هيجرى لها اي حاجه خالص. تمام كده. يعني الفطير من الحاجات اللي احنا بنحبها، ويعني ما شاء الله لا قوه الا بالله، اي حد يعني ما شفتش حد ما بيحبش الفطير، كلنا بنحب الفطير. يعني ما يعني ايه، يعني شغل بسيط خالص وسهل، واغلب الناس مش بتعرف تعمله ازاي، مش عارف. بصوا بقى يعني عماله بدي في العجينه ازاي، رايح جاي كده في العجينه اهو، زي ما احنا شايفين. بصوا العجينه رايح جاي رايح جاي كده لحد لما العجينه بتاعتي بتبقى، بصوا يعني هتبقى عامله زي الملبن كده، بتبقى عجينه بتلزق بس في نفس الوقت لما بقى تريحيها كده هترتاح معاكي خالص، يعني هتبقى كويسه معاكي. لما انت تعجني كتير كده بتريحك انت بقى، اما تيجي تريحيها بتبقى حلوه قوي معاكي. تمام كده. ده طبعا انا كنت عملت معاكم فطير قبل كده على القناه بتاعتنا، على القناه برضو قبل كده، بس كان بطريقه تانية، لا كان في عجن كتير كده زي ده، ولا كان في ايه فرد كتير برضو زي ده. ده هتشوفوه دلوقتي كده، هو يعني ده بيحب يعني ايه، هتشتغلي فيه شويه، بس ده برضو بيبقى جميل جدا، يعني هو حلو والتاني برضو حلو. انا حسيت ان العجينه محتاجه ايه، يعني معلقه ميه صغيره كده، بدات ان انا حطيت لها معلقه ميه صغيره زي ما احنا شايفين اهو، وبدات ان انا برضو ايه، يعني راحه جايه كده عليها لحد لما ايه، لما تنعم معايا خالص، تنعم خالص خالص. هوريلكم الشكل بتاعها دلوقتي كده، هتبقى ناعمه خالص معايا. تمام يا حبايب قلبي. يا ريت يا ريت يا ريت لو وصلت معايا هنا للفيديو تضغطوا لايك تاني اهو. اضغطوا لايك يا جماعه. تمام كده زي ما احنا شايفين اهو. طبعا بدات ان انا خلاص كده، حسيت ان هي خلاص اهو، قربت ان انا اخلصها زي ما احنا شايفين كده اهو. دلوقتي بقى بعد ما خلصت معانا خالص اهو، هبتدي ان انا احط بس شويه زيت صغيرين كده معاها، عشان ايه، عشان ما تلزقش لما تريح كده، ما تلزقش في العجان بتاعي. تمام كده، او في الحله بتاعتي اللي انا عامله فيها، هبتدي ان انا احطها بس شويه زيت صغيرين عشان لما اجي اطلعها تطلع معايا على طول. تمام يا حبايب قلبي. هبتدي بقى اسيبها حوالي ساعه كده، هتفضل معايا. لا يا جماعه اسفه معلش، حوالي 10 دقايق بس، 10 دقايق بس كده. يعني ما شاء الله شايفين بعد ما ارتاحت حوالي 10 دقايق كده ريحناها. بصوا بتفرد معايا ازاي بكل سهوله. الساعه ايه، 10 دقايق بس يا جماعه، انت بتريحوها حوالي 10 دقايق بس. تمام. بصوا اهي ما شاء الله لا قوه الا بالله بقى، بصوا عامله ازاي، حاجه كده تحفه. ابتدي بقى افردي فيها، افردي فيها كده ايه، تبقى مستطيل معاكي. تمام كده، تبقى خليها مستطيل معاكي، يعني على قد ما تشدي فيها على قد ما تبقى مستطيل كده، ما تبقاش دايره، لان لو دايره هتهدر معاكي في فطرتين، انما لو انت عملتيها كده مستطيل معاكي كده هتبقى حلوه معاكي، هي مش هتهدر معاكي في اي فطيره خالص منه. هتلاقي الفطير بتاعك هيطلع جميل وزي الفل. طبعا انا كنت مخليه الفطير بتاعي وسط، لا هو صغير قوي ولا هو كبير قوي، يعني كان حلو. الفطيره ممكن تجيب فرد كده يا جماعه. إيه زي ما احنا شايفين مع بعض اهو. بدات ان انا افردها بقى على، يعني افردها كده، وبعد ما هفردها بقى يا جماعه هقوم جايبه ايه، هجيب السمنه بتاعتي. طبعا السمنه الجو برد قوي، واحنا لازم السمنه او الزبده بتاعتنا اللي نحطها تبقى بدرجه حراره الغرفه، بس انا لقيتها جامده قوي، فقمت عملت ايه بقى عشان تفك معايا واعرف ان انا يعني ان هي ما تخرمليش العجين بتاعي كده. حطيتها على النار، يعني بصوا ثانيه، يعني سخنتها كده في الطاسه بس بحيث ان الطاسه تبقى هي اللي سخنه، وبدات ان انا اعملها افركها بايدي كده. بصوا بقى هتشوفوها معايا دلوقتي، انا هوريها لكم. بدات ان انا اقعد افرك فيها كده بايدي بحيث ان هي ايه، ان هي تبقى طريه او لينه معايا. بصي بقى في الوقت ده هتحط سمنه على زبده، او زبده على زيت، او يعني اللي انت عايزاه، يعني زيت على زبده او سمنه على زبده. بس انا دلوقتي عملت ايه، عملت دي حته، كان عندي حته زبده صغنونه خالص قد كده، قمت حاطه عليها ايه، نص كوبايه سمنه، وبدات ان انا ابص ده عملتهم ازاي لان الجو برد وانا عايزاها تبقى طريه. بدات اعملها على على العجين كده زي ما انتم شايفين، فردتها كلها كده، ما خليتش ولا حته الا ما كان فيها الخليط بتاعي، زي ما احنا شايفين مع بعض اهو، شايفين كده كويس قوي. بعد كده بدات ان انا بقى الم العجينه بتاعتي زي ما احنا شايفين كده. بصوا بقى لم العجينه، لان طبعا العجينه بتلزق لان هي ايه، مرتاحه ما شاء الله قوي. فبصوا بقى واحده واحده كده معاها خالص،
واحده واحده معاه. بصوا اهو. كل ما بتلفي بقى بتلفي كده وبتشدي لتحت. ليه بقى؟ عشان تورقي. كل ما بتلفي كده وتورقي بيورق معاكي اكتر، بيبقى حلو قوي. تمام يا حبايب قلبي. طبعا زي السينابون كده، بتلفها زي نفس اللفه بتاعت السينابون. شايفه عامله ازاي اهو؟ زي ما احنا شايفين مع بعض كده. كل ما تيجي حته مثلا هتلزق معاكي او حاجه، بالراحه خالص عشان ما ايه، عشان ما تتخرمش منك او كده يعني. تمام اهو. بصوا بعد كده بقى، بعد ما بدات ان انا يعني خلاص، ان هي كده خلاص خلصت، هي إن جبت النهايه بتاعتها خلاص اهو. وبدات بقى ان انا الفها على بعضها كده. هبتدي بقى ان انا اقلبها. بصوا بقى. وهبتدي ان انا اجيب القطاعه بتاعتي وهقطع كل على قد الحجم اللي انا عايزاه. بس يا ريت تخلوهم متساويين او قد بعض. يعني بالنظر كده خلوهم قد بعض ومتساويين كده، عشان يبقى شكل الفطير حلو وهو طالع من الايه. يعني انت بتقدميه كده يبقى شكله قد بعضه كده ويبقى شكله حلو. تمام يا حبايب قلبي. بدات بقى ان انا اجيب القطاعه بتاعتي اهو، القطاعه بتاع البيتزا بتاعتي، وهبتدي ان انا اقطع بيها الايه، اقطع بيها على يعني كله كده اخدته بالنظر انا كده. انت ممكن تحطي مثلا 4 صوابع وتقطعي 4 صوابع وتقطعي، بس انا اخدت بالنظر كده. وما شاء الله طلعوا ايه قد بعض يعني، ما شاء الله طلعوا حلوين قوي. إيه قطعتها بقى زي ما احنا شايفين كده ال6 معانا اهو. تمام اهو. بصوا بوريلكم ان هي مورقه ازاي من جوه، مورقه وحلوه قوي ازاي من جوه. شايفين اهو؟ يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله. كل ده بقى كل التورقه اللي فيها دي هتبقى هي عباره عن ايه، عن الرقات اللي فيها. تمام. شايفين كده؟ بصوا بدات ان انا بقى ايه، ان انا اعملها كده، افردها كده اهو. هفردها على بعضها كده واتنيها وكده تبقى تمام التمام اهي. كده اول واحده معانا عملناها. التانية بقى كده هنحطها مع بعض، هنعمل التانية نفس الحكايه برضو اهو. انا مش هفصل الكاميرا عشان اوريكم ان هي مش بتاخد وقت اصلا، لان هي مرتاحه، هي مرتاحه. انت بتريحيها مره ساعه ما اول ما بتريحي العجين، عشان انت كل ما هتريحي العجينه بتاعتك كل ما هتاخدي منها نتيجه افضل وافضل وافضل. بصوا معايا كده لما بترتاح، بصوا واحده عن واحده بتلاقيها تفرد معاكي كويس وبتبقى حلوه قوي معاكي. بصي كل ما بترتاح كل ما بتفرد معانا اكتر. بصوا ازاي، عشان كل ما ريحت حلوه ازاي. ما شاء الله لا قوه الا بالله. حاجه جميله جدا يعني، وحاجه حلوه وسهله وموجوده. يعني احنا ما عملناش حاجه يعني. حوالي إيه هتجيبي لك تمن كيلو سمنه، هتستعمليه مرتين. يعني انا اخدت نص التمن كمان، وعملنا 6 فطيرات وعشوه حلوه قوي 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 زي ما احنا شايفين كده. ومن غير اي حاجه، حته جبنه بقى، شويه عسل، تاكليه حاف كده من غير اي حاجه. يعني ما شاء الله جميل قوي. هو اصلا مش محتاج يعني، ما بيبقاش محتاج غموس معاه والله. الفطير ما شاء الله بيبقى جميل. تمام زي ما احنا شايفين كده اهو. توفير التوفير يا جماعه، اي خدمه. اهو ما شاء الله لا قوه الا بالله. بدات بقى ان انا افردهم كده واسخن الطاسه بتاعتي. بصوا مرتاحه ازاي، بقول لكم ان العجينه مرتاحه خالص ازاي. شايفين؟ تفردي بقى فيها براحتك خالص، هتفرد معاك. هبتدي بقى ان انا اسخن الطاسه بتاعتي على البوتاجاز، وهبتدي ان انا اللي فردتها دي هاخدها كده واحطها في الطاسه وعلى النار. تعالوا بقى اقول لكم طريقه التسويه بتاعتنا المظبوطه عشان تطلع معاكي حلوه وتورق معاكي في قلب الايه، في قلب الطاسه تعملي ايه. تمام كده. اول حاجه انا اخدتها دلوقتي كده، الطاسه بتاعتي طبعا فيها شويه سمنه كده مكان ما انا كنت حاطه فيها السمنه، فمش هدهنها سمنه اول مره. هبتدي بقى ان انا ان انا اغطي عليها زي ما انتوا شفتوا كده، ومن دقيقتين لدقيقتين يعني كل جهه، كل ناحيه من الناحيتين بتاخد من دقيقتين ل3 عشان تتحمر معاك. وانت بتقلبي كده اول ما بتلاقي حس ان هي شمعت من تحت كده، بتروحي مقلبه بقى، بتحمري الناحيه اللي تحت. تمام كده. بتغطي عليها برضو. يعني انا كده غطيت عليها ورجعت فتحت تاني وقلبتها. بصوا نفخت ازاي، ما شاء الله لا قوه الا بالله. بصوا عامله ازاي. كل النفخان ده كله توريق من يعني كلها ورق مورقه كده، مورقه مورقه من جوه. شايفين؟ بصوا ما شاء الله. شايفين بكل ما بضغط عليها بتطلع تاني ازاي؟ ما شاء الله لا قوه الا بالله. حاجه جميله جدا والله يا جماعه، جربوها هتعجبكم قوي قوي قوي. وحاجه سهله، ولا فرن بقى ولا وجع دماغ ولا اي حاجه من دي. على الطاسه وعملنا الفطير بتاعنا. وانت بقى بتتحكمي في الزبده بتاعتك، عايزاها كتير عايزاها قليله، عايزه تحط لها سمنه دلوقتي وانت بتعملي. طبعا يعني ريحه السمنه البلدي فيه كانت بصراحه تحفه 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 تحفه. لو مش عايزه تحطي سمنه بلدي ما تحطيش سمنه بلدي، حطي سمنه عاديه خالص. زي ما قلت لك انا كنت جايبه 8 كيلو يعني حوالي 8 ومش هتستعمليه كله يعني. انا ما استعملتش كله، انا اخدت نص كوبايه وكان عندي معلقتين زبده صغيرين كده حطيتهم عليه زي ما احنا شايفين اهو.
بتبتدي ان انا احطها. بصوا انا قلت لكم بقى هنا، لان انا عملت فطيره لقيتها عشان هي ريحت قوي فلزقت معايا في الايه في ارضي في الرخامه بتاعتي. فقلت لكم بقى هنا دلوقتي انت تحطي يعني شويه زيت صغيرين خالص كده، تبداي تخبزي عليهم، بحيث انت لما تشيليها بصوا شلت معاكم بكل سهوله ازاي. لان انا جيت اخبز واحده بالوقت لانها ريحت قوي، راحت لزقت مني في الايه في الرخامه. وانا طبعا لازم اقول لكم على كل حاجه ايه بتحصل عشان تتفادوها يعني. تمام كده. بصوا زي ما احنا شايفين كده الفطير بتاعنا بصراحه روعه بصراحه، يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله، جميل قوي. والسمنه بتاعته كانت مظبوطه جدا وكان حلو قوي، يعني هو لا سمين قوي ولا مش فيه سمنه، يعني كان جميل جدا بصراحه. تمام كده زي ما احنا شايفين اهو. يا ريت بقى لو وصلت معايا لهنا ما تنسيش تدعي لمامتي بالرحمه بقى، وتدعي لامواتنا كلهم بالرحمه، وتفتكروا اللايك بتاعنا بقى، تفتكروا اللايك يا جماعه. ماشي. وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ويا رب يا رب كده لو اللي هيجرب معانا اللي هيجرب معانا الفطير بتاعنا النهارده ينزل في الكومنتات ويقول لي هو كويس ولا لا. لان في ناس كتير جربت الجبنه وبتدعي لي ما شاء الله، يعني تقول لك الجبنه جميله جدا وعجبهم قوي قوي قوي، لان هي فعلا موفره وحلوه. يلا بقى ندوق مع بعض كده ونشوف الفيديو بتاعنا ده. ما شاء الله لا قوه الا بالله. بقى بصوا شويه مش بلدي بقى، شويه عسل كده، شويه عسل ابيض، عسل اصفر، اي حاجه اللي عندك بقى اعمليه. وبدأنا نعمل العشوائية بتاعتنا بقى الحلوة دي، أو الغدواية بتاعتنا، أو الفطار بتاعنا من حاجة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني من حوالي 17 جنيه عملنا فطار ما شاء الله عظمة عظمة زي ما بيقولوا يعني. شايفين كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بصوا لا قوة إلا بالله ما شاء الله. شايفين كلها وكلها ورقاتها رقيقة خالص ازاي، وفي نفس الوقت ناشفة من بره ومن جوه.